كم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم لاباس؟ اليوم غادي نقدم لكم واحد الخبز كيشهي كيجي بنين، كنتمنى تجربوه، اللي هو بالدقيق الكامل اي بالكومبلي بالقمح. وتاني حاجه كنضيفوا ليه الدقيق الفورس، كيجي زوين وكيجي رطب، وممكن تحتفظي به في المجمد يعني في مده تكون طويله، كيبقى هو ملي كتجبديه بلا ما تحتاجي تسخنيه. بالنسبه لي انا الكميه اللي استعملت اليوم، انا درت 500 غرام ديال الدقيق الكامل، ودرت ربعه ديال الطحين فورس. انا عبرت بهذا الكاس هذا، راه كيتباع ب5 دراهم في المتناول ديال الجميع. بالنسبه لي درت جوج منه، كل هذا كيحمل 250 غرام، انا استعملت جوج منه ديال الدقيق الكامل يعني كومبلي القمح، واستعملت واحد منه ديال الطحين فورس، ودرت معلقه ديال الملحه. وانا كنستعمل حبه البركه، كتعجبني، كنسم بها، كتجي زوينه بزاف. بالنسبه للخميره كنديروا ليها شويه الماء باش نخليوها تفاعل شي شويه، وكنشرعوا في عمليه العجن. كنديروا الطحين، ممكن تعجنيه غير بيديك، لانني سيداتي مع الخدمه ما كيكونش الوقت بزاف ديال الحوايج، كتهبطي كتسديها سمحوا لي لانني بوحدي ما لقيتش اللي يعاونني. كنبداو نعجنوا فيها بهذا الشكل هذا، ونتلاقاو من بعد ما تعجن العجينه مزيان ويصبح الشكل ديالها جاهز ونوريها لكم. بقاو معايا ما تمشيوش. السلام عليكم. من بعد ما العجين ديالنا تعلك مزيان، يعني تدلك مزيان، كنديروا ليه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. ها هو صبح جاهز. كنديروا ليه هكا على هذه الطريقه هذه باش يخرج منه هذاك الهواء اللي كان فيه. حنت خليته واحد 5 دقائق. دابا سيداتي غادي نشوفوا العجين شحال بغى يخرج لينا، واش بغينا نديروهم كبار واش نديروهم صغار. بالنسبه لي انا غيجيوني 3 ديال الكويرات، غادي نخدموهم على هذا الشكل. وعاد كندوزوهم في الطحين، كناخذوا بهذا الشكل هذا هكا، وكنديروا ليهم بحال هكا. بالنسبه لي انا كنخدم يعني بحوايج الدار عاديين، يعني كنديرهم هكا حيتاش الجو بارد. غادي نحطهم بحال هكا، نعاود نكمل باقي العجين بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. كناخذوا دقيق كامل، كيجي كنأكد لكم الا جربتوا هاد الخبز هذا كيجي لذيذ، كيجي لذيذ بزاف. واخا تاكليه غير بوحدو ولا مع زبيته العود مع الفرماج، كيجي بنين بزاف بزاف بزاف، وكيبقى رطب. هذا هو لافونتاج اللي فيه، انه كيبقى رطب لمده اطول. من بعد ما سيداتي غتخلي العجينه غادي ترتاح، خليوها ترتاح تقريبا واحد 5 دقائق، ونعاودو نشرعوا في العمليه ديال التطراق. نطرقوها باش نخليوها تخمر ونطيبوها. السلام عليكم حبيباتي. من بعد ما شدينا الخبز ديالنا خليناه يرتاح واحد 5 دقائق، انا كنقرص فيه دابا. بما ان الجو بارد، انا زدت شي شويه ديال الخميره باش دغيا يخمر ليا ويطيب. واسمحوا لي حيتاش كنصور بيد وحده ويد وحده كنخدم بها. السلام عليكم البنات. من بعد ما الخبز ديالنا غطيناه وخليناه باش يخمر، غادي نشوفوا ها هو الضعف الحجم ديالو كيف ما كتشوفوا. سخنا الفران ديالنا كيف
كيف ما كتشوفوا. اللي عنده فرن ديال الغاز ممكن يطيبوا فيه، اللي عنده بغى يستعمل الفرن الكهربائي يستعمله، ماشي مشكل. بالنسبه لي انا بغيت نستعمله بغيت نطيبه في الخبز في الفران الغازي، فران ديال الغاز. داكشي علاش بقاو معايا باش تشوفوا الخطوات كيفاش غادي نديروا الخبز ديالنا. ومعايا انا الخبز حيت يدي بوحديتي ما عنديش كندير كيف نصور. انا الخبز ديالي درتو هنايا وتكيتو 4 ديال التكات بالفرشيط وكنديرو في الفران على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. كنحطو غير الفوق. غادي نوصل العمليه ديال الطياب وغادي نكمل معاكم. السلام عليكم خواتاتي. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما الخبز ديالنا انتفخ في الفرن على هذه الطريقه هذه كنهبطوه لتحت باش يتحمر لينا الوجه ديالو. انا كنوريكم كافه المراحل باش تشوفوا هذا الخبز شحال كيجي زوين، باش تجربوه ان شاء الله. السلام عليكم خواتاتي. انا الخبز اللي قدمت لكم اليوم ها هو من بعد ما طاب الشكل ديالو كيجي محمر من كاع الجوانب، وكيف ما كتشوفوا معايا كيجي رطب حيتاش معلوك مزيان، وكيبقى في المجمد اكثر، يعني فتره في المجمد اكثر مده تخليوه كتجبدوه بلا ما تسخنوه كيبقى كيف ما هو. انا غادي نوريكم، غادي نقطع لكم باش تشوفوا الشكل ديالو كيف كيجي. هذه حبه البركه اللي شفتوني كنت درت، وشتو الخبز كيفاش كيجي كيشهي كيف ما كتشوفوا معنا، وكيجي محمر. كنتمنى تجربوا هذا الخبز هذا ويعجبكم ان شاء الله، وتابوناو معنا في القناه ان شاء الله غادي يعجبكم. انا اكيد غادي يعجبكم هذا الخبز هذا. كنتمنى تابوناو في القناه باش اي جديد ديال شهيوات فاطمه الزهراء الرباطيه غادي يوصلكم. كنتمنى تاكلوا هذا الخبز بالصحه والراحه.